لو وزنك فوق ال 120 كيلو ومش عارف تخس، حاولت اكتر من مره وما عرفتش، يبقى الفيديو ده ليك. عايز تعمل تكميم معده وخايف من الجراحه، يبقى الفيديو ده برضو ليك. معانا بطله جديده من ابطال تحدي تكميم المعده بدون جراحه، خسينا من 125 كيلو ل 85 كيلو بدون حرمان، بدون رياضه، بدون اي حقن شغال على المخ، بدون اي ادويه مضره. عملنا تكميم معده بدون جراحه، نتائجنا بتتكلم عننا. البطله دي خست معانا ما شاء الله، ولسه مكملين وهنثبت وهننزل ليكم بالفيديو الجديد. انا هبه، خسيت من 125 كيلو ل 85 كيلو، يعني ما شاء الله 40 كيلو، طبعا بصحه بس مع دكتوره شيرين. هو السبب في ان انا وزني كان عالي قوي في الاول، ان انا دايما بتابع مع دكاتره كتير، يعني بقالي سنين بتابع مع دكاتره كتير، بس بقى بزهق، يعني بخس 5 كيلو واقعد بقى، وبعدين برضه اروح الجيم واقول واتنشط واقول ان انا خلاص هتابع وهبقى كويسه ومش مش هكسل تاني، تلاقيني قعدت زدت بالخمسه تاني. فطبعا لما جيت لها اول مره اكتشفت ان انا 125 دي، اتصدمت صراحه. بس هي وعدتني وعد ان انا ان شاء الله اخس معاها وهوصل ل 75 كمان ان شاء الله، بس بصحه وسلامه، دي اهم حاجه. فاحنا كنت دايما بمشي كده خطوات فشل، يعني انا ماشيه طريق فاشل خالص، اللي هو بمشي بفرح بنفسي خسيت 5 وارجع ازيدهم تاني. مشينا مع بعض بقى طريق النجاح الحمد لله، كانت خطوات وثابته. هي اول خطوه ان انا بتابع معاها نظام غذائي، طبعا بالتزام وبدون حرمان. يعني هي صراحه فنانه في الحته دي، ان هي كل ما تلاقيني بزهق بتجدد لي وتغير لي ومستوعباني في الحته دي. تاني حاجه طبعا الجلسات ساحره، طبعا انا ما كنتش اعرف ان في جلسات باجهزه كويسه قوي كده عندها، ده غير طبعا المساعدين معاها ما شاء الله بيعملوا بكفاءه واخلاص ما شاء الله، ربنا يديهم الصحه والعافيه. اخر حاجه بقى السحر بجد بقى هو الميوزيثيرابي، بس طبعا مع دكتوره شيرين لانها بتبقى مضمونه. الحقن دي ساعدت جدا في شد ترهلات الجلد. انا كنت طبعا متخيله ما منزل 20 وبعد كده 40 ان انا هيبقى في ترهلات في الجلد، بس الحمد لله ما حصلش الكلام ده خالص، وكان دايما شكل جسمي في الاحسن. حتى خلاص يعني هنا 85 بس الناس تقول كفايه كده، بس طبعا ان شاء الله نوصل للمثالي معاها ولسه مكملين باذن الله. هل خدنا اي حقن شغال على المخ؟ لا، هي حقن الميوزيثيرابي بس، وجربتها اكتر من مره وقلت مثلا في مضاعفات، لا مفيش اي مضاعفات الحمد لله. وهي اللي ساعدتني ان انا انزل في الوزن برضو وزن كبير، وفي نفس الوقت يبقى جسمي مشدود. اول مره لما جيتيلي في الكشف كنت بتشتكي ان انتي كنت بتعملي دايت وقت طويل جدا وما خسيتيش الا 2 كيلو. لما جيتي بقى معانا خسينا كام كيلو في اول اسبوع؟ لا انا خسيت مره واحده كده، تلاقيتني 7 نزلوا مره واحده، اللي هو طبعا ان انا بدات التزم، فحبيت بقى الموضوع لما حسيت ان خلاص في فرق، وان بجد يعني دكتوره شاطره بجد، وكل الناس اصلا بيشكروا عليها على النت من غير ما اجيلها. يعني انا اصلا عشان اوصل لها كتبت في البحث دكتوره تخسيس، ما شاء الله ما كانش بيطلع لي الا اسمها اصلا. ولما جيتي لي كنت قاعده تقولي لي انا عايزه ابدا، انا عايزه ابدا جلسات، انا عايزه ابدا جلسات. يعني في حته اقول لك دي لا، هي دايما بتقول لها انا جايه بقى عايزه اعمل زي ما بشوف الناس في الفيديو بتقول جلسات، كانت دايما تقولي لا استني شويه، لا اصبري. بس هي لما لقتني ملتزمه وكويسه معاها وبدانا نحقق انجاز في الاول، لا ما شاء الله كملت وبدات جلسات وحقن على طول بعد كده، الحمد لله فرقوا جدا. يعني فعلا عملنا تكميم معده بدون جراحه زي ما وعدتك؟ ما شاء الله والله. انا كنت دايما بتفرج على الفيديوهات وبقول هو انا هقف في يوم من الايام واحد زي حد من الفيديوهات دول، ما شاء الله ما استوعبتش ان بعد المده دي ان انا هوصل كده على طول، الحمد لله. الحمد لله. واخر حاجه ان انا كنت دايما عايزه اشكرها على انها كانت اختي وصاحبتي لما تبقى الدكتوره بتاعتي بجد، وهي احتوتني في كل حاجه، حتى اهتمت في كل حاجه معايا، في الفيتامينات بتاعتي وتظبيطي في كل حاجه الحمد لله. وبتمنى لها دايما يا رب تبقى في افضل حال والنجاح لنجاح على طول يا رب. من احسن الناس، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك يا دكتور والله حبيبتي.